فراخ يا جماعة اللي احنا جايبينها امبارح من المزرعة اللي الناس بتقول عليها تعبانة، احنا بناكل منها عشان ما حدش يقول على حاجة تعبانة او حد يتهم الناس بدون وجه حق. طبق سلطة متكلف 30 جنيه، شوية مكرونة ب25، فرختين هم مقطوعين نصين زي الفرختين، يعني هم زي ما انتوا شايفين مقطوعين نصين، مليانين بروتين بلابر وديوك، نايمين على جنبهم اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا بكام بقى؟ عاملين الاكله ده عامله قد ايه في ظل هذه الظروف العصيبه التي يمر بها المصريين والمجتمع العربي والناس اجمعين؟ فرختين الفرخه ب 120 جنيه، واقف علينا ب 120، يعني الفرختين. وطبعا فراخ صغيره زي ما انتوا شايفين اهو، يعني فرختين ب 240 جنيه، ومكرونه ب 30 يبقى ده 270، وطبق سلطه ب 30 يبقى ده ايه 300 جنيه. 300 جنيه انا والعيال هناكلهم، وام العيال ما هيش واكله حاجه عشان هي بتاكل بتوفر يعني علشان العيال هتاكل. وطبعا الامهات بتضحي اليومين دول عشان الظروف عصيبه مع العيال الصغيرين، واحنا هنضحي بالام والجنين عشان بقيه البني ادمين يعيشوا. طبعا زي ما انتم شايفين طبق السلطه مشكل بنجر، سكر، بنجر احمر وفلفل وطماطم، كل الحاجات دي أنا اللي جايبها من السوق يا جماعه، وفلفل وطماطم وبقدونس وكزبره وشبت وجزر وجزر جزر وجزر. والفرخه طبعا مشويه على نار هاديه بغاز، انبوبه بوتاجاز. الانبوبه ب 110 جنيه زي ما انتوا عارفين، والانبوبه خلصت، يعني احنا سوينا الفرختين والانبوبه خلصت يا جماعه. وطبعا الفراخ مشقوقه نصين زي العجول السوداني اللي بتيجي من بره، معموله شرايح. وعندنا مكرونه هنا اقلام، لا دي مكرونه عويجه، مكرونه عويجه يا جماعه. وجايبين ربطتين جرجير بايتين، دبلان وبيت اهو يا جماعه زي ما انتوا شايفين. والعيال هيقعدوا ياكلوا الوقتي وربنا بقى يجعله في بطنهم، وربنا يسكن الفراخ بطنهم ويرحمنا برحمته الواسعه، ويجمعنا واياكم في الجنه ان شاء الله يا جماعه. والف هنا، ادعوا لنا يا جماعه، ومحدش يستكتر علينا اللقمه عشان احنا بتوع فراخ وما عدناش بنعرف نجيب الفراخ الا زي ما انتوا شايفين بنجيب فراخ صغيرين. وما تغلوش الاسعار عشان الدنيا ولع على النار، والعيال الصغيرين زعلانين من ارتفاع الاسعار. واحنا مش مهم الكبار ياكلوا، ما احنا ناكل اي حاجه، بس ارتفاع الاسعار شديد علينا كلنا، والناس زعلانين والدنيا خربانه معانا ومع البني ادمين. يلا يا جماعه، مع السلامه عليكم.